في أول ظهور له منذ فراره إلى الإمارات، اختار زعيم الميليشيا عيدروس الزبيدي منصة فيسبوك لمخاطبة أنصاره في مشهد لم يكن بريئا في توقيته ولا في مضمونه. الزبيدي الذي خرج على وقع مظاهرة لفلوله في عدن بدا وكأنه يعيد تموضعه السياسي من خارج الجغرافيا اليمنية، مستعيضا عن الحضور الميداني بخطاب تحريضي عالي النبرة حمل في طياته رسائل تحد مباشرة وغير مباشرة للمملكة العربية السعودية. وهذا الظهور الهامشي من المنفى يكشف حجم المأزق الذي يحاول الرجل تعويضه بتصدير الأوهام إلى أنصاره. لم يكن الزبيدي وحده في هذا المسار، إذ تزامن خطابه مع سلسلة تغريدات قدمها نائبه في المجلس المنحل فرج البحسني، عكست انسجاما لافتا في لهجة التحدي تجاه الرياض. وخطاب الرجلين تجاوز حدود الإشارة إلى تحميل المملكة المسؤولية الكاملة عما جرى، في محاولة لخلق خصومة مفتوحة مع الداعم الإقليمي الأبرز للشرعية. وهذا التناغم بين الشخصين لا يمكن قراءته بمعزل عن البيئة التي تحتضنهم، ولا عن رغبة أبو ظبي في استثمار التوتر للنيل من الرياض. على الأرض ترجمت قواعد المجلس الانتقالي هذا الخطاب العدواني إلى سلوك عدائي مباشر تمثل في إحراق صور رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي وصور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وهذه المشاهد تحمل دلالات خطيرة وتكشف انتقال الخطاب التحريضي من الفضاء الرقمي إلى الشارع في اتساق واضح مع نبرة التصعيد ضد الرياض ورموزها، وبما يعكس قرارا سياسيا لا تصرفا عفويا. أمام هذه الاستفزازات المتكررة تبدو المملكة أمام حزمة قرارات وخيارات تبدأ بإعادة ضبط علاقتها مع الأدوات المتمردة، ولا تنتهي عند مساءلة الدور الإماراتي بوصفها الدولة المستضيفة للمتهمين والداعمة لتحركاتهم. ليبقى السؤال الأهم: كيف يمكن أن ترد الرياض؟ وإلى أي مدى ستسمح لأبو ظبي بأن تتحول إلى منصة لتهديدها؟ والإجابة عن هذا السؤال سترسم ملامح المرحلة المقبلة ليس في اليمن فحسب، بل في توازنات العلاقة السعودية الإماراتية ومستقبل التحالفات في المنطقة بأسرها.